استكمالا لعمليات التمشيط التي يقوم بها في مدينة عذرا البلد بريف دمشق، ضبط الجيش نفقا حفرته الجماعات المسلحة لنقل المخطوفين من مدينة عذرا الصناعية باتجاه مدينة دوما، فضلا عن استخدامه لنقل الأسلحة والذخيرة والمسلحين. هذا النفق والذي يصل طوله إلى أكثر من 2 كيلومتر كانت تستخدمه الجماعات المسلحة في عمليات التنقل إلى منطقة عذرا العمالية، وبالتالي الذي يصل بدوره إلى منطقة دوما، ولكن الجيش السوري بعملية عسكرية واسعة استطاع السيطرة على هذا النفق بالكامل وتفكيك العبوات الناسفة التي زرعتها الجماعات المسلحة في هذه المنطقة. والآن تستمر العمليات العسكرية للجيش السوري في منطقة تل الصوان وتل كردي، هذه التلال التي تشرف على منطقة دوما التي تعتبر المعقل الأساس لجيش الإسلام. كانت تعتبر طريق امداد من دوما وباتجاه العذراء العمالية. بقطع هذا الطريق الامدادي تم قطع جميع أوصال المسلحين فيه إلى دوما، منطقة دوما. بعدها قام الجيش بتفجير النفق بعد تفخيخه بعدد من العبوات الناسفة لمنع عودة المسلحين إلى المنطقة بشكل نهائي وتضييق الخناق على مسلحي مدينة دوما، في وقت استهدفت فيه المدفعية الثقيلة مواقع المسلحين على مشارف المدينة. يستمر جيشنا العربي السوري في الهجوم من عدة محاور لإطباق السيطرة الكاملة على مدينة دوما، التي تعتبر المعقل الأساسي للمجموعات الإرهابية التكفيرية. وإن شاء الله في القريب العاجل سيتم دحر هذه المجموعات الإرهابية وإعادة الأمن والأمان إلى مدينة دوما. وفي جبهة الدخانية بريف دمشق، سيطر الجيش على جميع المحاور التي تسلل منها المسلحون إلى الدخانية، مستهدفا الفارين باتجاه وادي عين ترمى الذي سيطر فيه الجيش على حارة الجسر ومبنى الروضة. ونشرت صفحات التواصل الاجتماعي التابعة للجماعات المسلحة أن زهران علوش قائد ما يسمى بجيش الإسلام طلب النفير العام بعد خساراته المتلاحقة في عموم مناطق الغوطة الشرقية. مازن سلمو، العالم، من عذرا البلد بريف دمشق.